هاي، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي مونيكا، والنهاردة قررت اخدكم معايا في جولة للشغل بتاعي، وكمان هوريكم في الشغل بنعمل ايه وايه طبيعة شغلي، وانا كمان بشتغل ايه. كتير قوي بتسألني السؤال ده، علشان كده النهاردة قررت اعمل لكم فيديو سريع. بس طبعا الفيديو مش هيكون فيه كل شغلي، انا بس الوقت اللي كان عندي فراغ كنت بحاول اصور لكم، لكن كل الاوقات اكيد معرفتش. كنت بحاول دايما ان انا امشي على روتين معين، وابدأ دايما احفظ كل حاجة، وابدأ اتعلم اكتر واكتر واكتر. علشان كده بوثق كل حاجة في الفترة الاخيرة، علشان ده هيكون جزء من رحلة الشفا اللي انا بمر بيها، او اني هعدي بيها، هنعدي بيها سوا مع بعض. وقررت ان انا اعمل كل حاجة واوثقها، علشان بعد كده لما افتكر الفترة دي هقول انا قد ايه كنت قوية، قد ايه عرفت اتخطى كل حاجة صعبة انا عديت بيها. علشان كده الفترة اللي جاية هتلاقوا فيديوهات كتيرة قوي عن رحلة الشفا بتاعتي، وعلشان كده مش هنساكم ان انتوا تشجعوني علشان اكمل واستمر. قد ايه الشخص بيمر بفترة بتكون صعبة جدا عليه، وكمان بتكون فترة مش احسن حاجة، بيخسر فيها كل حاجة وكل حد وكل الناس، ويمكن بيخسر فيها كل حاجة حرفيا. بس طبعا في حاجة لازم هتقومك وهتشيلك، علشان كده هنوثق مع بعض الرحلة بتاعتي، ومستنية كل واحد فيكم يوثق رحلته علشان تحس ان انت اقوى وافضل على مدار السنين اللي جاية. النهاردة انا وريتكم جزء من شغلي، انا عارفة اني ما وريتلكمش كل حاجة، بس بالمناسبة انا بشتغل مساعدة دكتور اسنان. انا بدرس في كلية اسنان في سنة 5، قربت اتخرج، وعلشان كده قررت ان انا ابدأ مسيرتي المهنية. مستحيل ان انا هبدأ طول حياتي نظري، كان لازم ابدأ عملي. علشان كده قررت ان اشتغل مساعدة دكتور اسنان. هقولك الشغل مش احسن حاجة يعني، ولا احسن حاجة، بس انا حبيتها. في الاول كنت خايفة ما تنجحش معايا، وكنت خايفة ما اعرفش اعمل اي حاجة ولا ان هي تظبط معايا، بس اكتشفت ان انا لقيت نفسي في الشغل دي. انا بجد بنسى الوقت وبنسى الساعات اللي انا موجودة فيها وانا في الشغل. انا جربت اشتغل في حاجات كتيرة قوي، بس عمري ما حسيت ان انا ناسية الوقت الا في الشغلانة دي. دايما بحس ان انا متحمسة ان انا اعرف حاجات جديدة وحاجات حلوة. دايما ببقى متحمسة اكتر لما بلاقي حاجة جديدة جت عليا، او لما بعرف معلومة جديدة في اليوم النهاردة. طبعا كل ده مش بيكون بسهولة، ولو طبعا لازم اجهز الغرفة للطبيب قبل ما يدخل. بس انا واثقة ومتأكدة زي ما انا النهاردة بجهز الغرفة للطبيب، بكرة هيجي اللي هيجهزها لي. وبرضه همشي قبل الطبيب، وبرضه همشي بدري، وبرضه هعمل زي ما بيعمل الطبيب. اللي يوصل ما يصعبهاش على حد، بس انا حاولت اوصل لكم جزء من اللي انا بعمله ده. المراحل اللي احنا بنعملها قبل ما نمشي، لازم نعدي على كل ده ولازم نعمل كل ده. انا طبعا ما عرفتش ان انا اصور لكم كل حاجة، لاني مش كل حاجة بعرف اصورها، مش دايما بكون فاضية، ولكن لما بيسمح لي الوقت بحاول اشارككم، عشان زي ما قلنا هنبدأ رحلة الشفا مع بعض، وهي الهيلينج جانري. بس طبعا انا عايزاكم تشجعوني، لاني بمر بفترة مش احسن حاجة. مش هقول لكم اني حياتي كلها وردي واني مبسوطة وان كل حاجة حلوة معايا، بس انا دايما بشكر ربنا على الحاجات دي، وبشكر ربنا ان انا بتعلم كل يوم حاجة جديدة. بس اتمنى ان الحاجة دي تستمر معايا. الحياة مش سهلة وكلنا عارفين كده، علشان كده هنوثق كل حاجة ونبدأ مع بعض. وده كان يوم النهاردة. وطبعا قبل ما امشي لازم بجهز كل الادوات للدكتورة اللي جاية بعدي، او لمساعدة الاسنان اللي جاية بعدي، علشان ما يبقاش الحاجة صعبة عليها. وده اللي اتعودته، وهو التعاون. والموضوع ده فرق معايا قوي، حسيت ان هما بيحسوا بيا بالرغم ان هي حاجات بسيطة قوي. علشان كده ده كان شغل النهاردة، رتبنا ونضفنا وخلينا العيادة فلة. نمشي بقى عشان انا تعبت. وطبعا اول ما وصلت البيت كان اول واحد مستنيني وهو سيري. انا ماليش غيره هو اللي بيستناني، علشان كده ده بيكون احلى يوم لما بقابل سيري بعد يوم طويل من الشغل.
وبس كده. ده كان يوم النهاردة من رحلة التشافي بتاعتي. اشوفكم في فلوج